نأتي يعني أخيرا إلى محنة الإمام البخاري رحمة الله عليه. طبعا البلاء شيء مسلط على بني آدم، لا بد أن تبتلى، إما أن تبتلى في الله أو أن تبتلى في الدنيا. أهل العلم والفضل يفضلون البلاء في الله لأن كله أجر. يعني الجماعة مثلا اللي بيهربوا من الالتزام ومش عايزين يلتزموا بتاع الكلام ده، يقول لك أصل المؤمن مصاب ودايما عليه مشاكل والكلام ده. طيب هو أنت يعني لما هربت من مشاكل الالتزام هو أنت نجوت؟ ما هي مراتك مطلع عينك، ولا أبوك مطلع عينك، ولا جارك مطلع عينك، ولا ابنك مطلع عينك. ما هو لابد أن يبتلى المرء بأي نوع من أنواع البلاء. فالآن يبتلى المرء في الله فلا يكونن خيرا له من أن يبتلى في الدنيا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء، حتى إنه لا يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. وفي نفس الوقت يعود هذا على قلبه بالخير، لأن القلب إنما يقوى في المحن والعواصف. ترمي القلب في العواصف يقوى ولا يضعف، ويوزن المرء يوم القيامة بقلبه. فربنا عز وجل أناط البلاء بأوليائه ليه؟ علشان حتى يأتون الله عز وجل يوم القيامة بقلب قوي سليم. فما من عالم رباني له في الناس قدم صدق إلا وتجد له عنوانا في ترجمته بعنوان محنته. ايه بقى محنة البخاري؟ البخاري رحمه الله امتحن مرتين. في المرة الأولى مع شيخه الإمام محمد بن يحيى الذهلي، وكان الذهلي إمام نيسابور، كان ملكا غير متوج لا ترد له كلمة، وكان صاحب حشمة كاملة في نيسابور. فالإمام البخاري لما عزم أن يذهب إلى نيسابور وأبلغ محمد بن يحيى الذهلي أنه قادم إلى نيسابور، قال محمد بن يحيى الذهلي في درسه لتلاميذه وكانوا بالألوف، قال: غدا يأتينا العبد الصالح محمد بن إسماعيل، فمن أراد أن يستقبله فإني مستقبله. طلع الذهلي عشان يقابل البخاري، والبلد كلها طلعت مع الذهلي، والعالم من فرحتها بقدوم البخاري نثروا الدنانير على رؤوس الأشهاد، ونثروا قطع السكر والحلوى ابتهاجا بقدوم الإمام محمد بن إسماعيل البخاري إلى نيسابور. جاء البخاري إلى نيسابور ونزل في دار البخاريين، وبدأ البخاري يعطي دروسا في العلم ويملي العلم على الطلبة. كانت في ذلك الوقت في فتنة جسيمة اسمها فتنة خلق القرآن. الفتنة دي يعني التي امتحن فيها الإمام أحمد ورفعه الله عز وجل إلى مناط النجوم بسبب صبره في هذه المحنة. كان أحمد بن أبي داود ذاك الجهمي قد ملأ أذن المعتصم أمير المؤمنين بفكرة خلق القرآن. وطبعا نحن نعلم أن القرآن كلام الله عز وجل، وكل صفات الله عز وجل أزلية، أزلية وقديمة، ليست محدثة. يعني لم يعني الله عز وجل لم يأخذ اسم الخالق أو لم يكن له اسم الخالق لأنه خلق، لا، بل هو خالق قبل أن يخلق، وهو متكلم قبل أن يتكلم بالقرآن مثلا أو بالكتب. فصفة الكلام صفة أزلية لله تبارك وتعالى، ليست محدثة وليست مخلوقة. ابن أبي داود قال القرآن مخلوق. مخلوق يعني إيه؟ يعني لم يكن الله متكلما به ثم تكلم به. طبعا ده كلام خطير عند أهل العلم، فلذلك الأئمة كلهم وقفوا للفكرة دي وصرحوا بكلام واضح: من قال القرآن مخلوق فهو كافر. وكان المعتصم متبني الفكرة بتاعة خلق القرآن، ويعني اضطهد العلماء
وعذبهم وسجنهم وقطع رواتبهم وعمل أشياء يعني كانت سيئة جدا. فاتفق العلماء على أن من قال القرآن مخلوق يبقى كافر. طلع حاجة جديدة، القرآن مخلوق يبقى كافر خلاص، بس طلع حاجة اسمها لفظي بالقرآن مخلوق. طيب القرآن كلام الله غير مخلوق. طيب حركة لساني ديت، لو أنا قلت كده الحمد لله رب العالمين، مش ده لفظي؟ أنا تلفظت بالقرآن. طب ده مخلوق ولا أزلي؟ طبعا مخلوق. ليه؟ حركة لساني الآن مخلوقة، كان لساني واقف وبعدين اتحرك، تمام؟ فلم تكن الحركة موجودة ثم وجدت. فلفظي بالقرآن مخلوق يعني تلفظي. لكن أنا قلت لكم اللغة العربية حمالة، فلفظي إما أن تشمل الملفوظ اللي هو القرآن نفسه أو تشمل حركة اللسان. فيا ترى بقى لما واحد بيقول لفظي بالقرآن مخلوق يقصد القرآن ولا يقصد حركة اللسان؟ العلماء قال لك لا، ده الجهمية بقى بيلعبوا لعبة جديدة، اتكشفوا لما قالوا القرآن مخلوق كفرناهم، عايزين يلعبوا لعبة جديدة ويجي يقول لك لفظي بالقرآن مخلوق ونمررها لهم وهم يقصدوا الملفوظ ولا القرآن نفسه. يبقى رجعت المقالة الأولى. قالوا بقى العلماء زي أحمد بن حنبل والزهري وغيره، من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع.